اكثر باش اننا نصفرح الشعب. بعد أن ظن الجميع أن قصة قد انتهت بمعاقبة نادي نيس الفرنسي للاعب منتخبنا الوطني الجزائري يوسف عطال، عادت القضية من جديد إلى السطح بعد الكشف عن احتجاز الشرطة الفرنسية للاعب مع إمكانية وضعه رهن الحبس الاحتياطي. ووفقا لما نقلته صحيفة نيس ماتين، فإن الظهير الأيسر للمنتخب الجزائري يجري استجوابه منذ مساء أمس في مقر الشرطة القضائية، ومن المقرر أن يتم تحويله إلى قاض بتهمة تحريض على الكراهية على أساس الدين. ويأتي ذلك على الرغم من سحب اللاعب للفيديو الذي اعتبر محرضا على اليهود، وقد اعتذر عنها، ثم تسليط الدوري الفرنسي عقوبة تحرمه من اللعب لمدة 12 مباراة. ويرجح أن تثير هذه القضية المزيد من الجدل حول ملاحقة المسلمين في فرنسا أو بفرنسا بشبهة معاداة السامية، حيث أن الكثيرين يؤكدون دعمهم للقضية الفلسطينية، ولا يعني ذلك الكراهية تجاه أي مجموعة عرقية أو دينية. ومنذ بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة يقع عطال في قلب حملة سياسية وإعلامية كبيرة في فرنسا بسبب منشور له على مواقع التواصل قام فيه بإعادة نشر مقطع فيديو للداعية الفلسطيني الشهير محمود الحسنات خلال دعائه على إسرائيل. وقد اضطر عطال عقب ذلك أن نشر توضيح يؤكد فيه أنه يرفض استعمال كل أشكال العنف، وذكر اللاعب أنه واع أن منشوره قد صدم الكثير من الأشخاص وهو ما لم يكن قصده، وقد اعتذر عن ذلك وفق ما قال. وقد أبرز أنه يريد أن يوضح موقفه دون أي لبس، مشيرا إلى أنه يدين بشدة كل أشكال العنف أينما كانت في العالم ويدعم كل الضحايا. وأكد عطال أنه لن يساند أبدا أي رسالة كراهية، مبرزا أن السلم قيمة عليا ويؤمن بها بقوة. وقد وصلت الضغوط على اللاعب إلى حد نشر عمدة مدينة نيس كريستيان إستوروزي، وهو شخصية سياسية نافذة ووزير الصناعة سابقا، تغريدة تطلب من عطال عدم الانتظار لشرح موقفه وإلا سيطرد من نادي نيس. وكتب إستوروزي المعروف بميوله للصهيونية: انتظر من يوسف عطال إذ سمح لنفسه أن يتم استغلاله، وأن يعتذر ويندد بالإرهابي حماس. إذا لم يكن الأمر كذلك فلن يكون له مكانا في نادينا. وقد تابع: يجب على الرابطات والاتحادات أن تكون منتبهة وشديدة بكل خاص في مواجهة التعليقات والسلوكيات التي تتعارض مع قيم الجمهورية ملعونين يا. وشنت صحيفة رياضية كبيرة في فرنسا منها ليكيب حملة ضد اللاعب وطالبت بمعاقبتها. وتعرض لاعب كرة القدم آخرون انتقادات لدعمهم الشاب الفلسطيني على غرار المهاجم الدولي السابق الفرنسي كريم بنزيما. الآن يا إخوان سأترك لكم أيضا ما قاله ياسين بالمنور صحفي قناة بيان سبور قبل وبعد أن تم تجريح يوسف عطال، خاصة من أبناء جلدتنا واللي هم جزائريين. يلا نخليكم أيضا تسمعوا ما قاله ياسين بالمنور. أول من دافع على يوسف عطال كان ياسين بالمنور، وقد تكلم في هذا الموضوع قائلا: الرجلة صعيبة لكن ليس على عطال. الرجلة صعيبة، هذه العبارات تكررت اليوم مرفقة بصورة لما يسمى باعتذار يوسف عطال بعد الخبر الذي نشرته الصحيفة المحلية نيس ماتا، والتغريدة التغريدة المحرضة لعمدة بلدية نيس اليمني كريستيان أستروني، التي طالب فيها بإبعاد عطال من النادي إذ لم يعتذر ويندد بالإرهاب حماس. ثم انطلقت عمل الآلة الإعلامية الغربية والموالية لها بما فيها صحف الكيان في الوقت الذي يواجه فيه عطالا هجوما ونقدا وشتما من بني جلدته دون حتى الإلمام بالقضية ولا حتى تضامن من اتحاد كرة القدم التي أعلن استضافته لمباريات فلسطين القادمة. كان واجبا بالنسبة للعامة ومن المهنية بالنسبة لنا كصحفيين
قبل مهاجمة عطال معرفة القضية والإحاطة بجوانبها، وهذا أقل شيء حتى نكون منصفين ولا تأخذنا الفرفارة بالإثم. يوسف عطال نشر ستوري مرفقا بصورته مرتديا الكوفية الفلسطينية وكتب باللغة الإنجليزية غزة حرة، ثم نشر ستوري ثانيا تضمنت دعاء للشيخ الفلسطيني محمود حسنات مقتبس من منصة التيك توك، ويقول فيه: اللهم أرنا فيهم يوما أسودا فإنهم لا يعجزونك. وهذا ما دفع بنيس للتحرك وصنفوا الأمر على أساس أنه معاداة للسامية ونشر خطاب للكراهية. وأبلغوا مكتب عمدة البلدية إستروسي والنائب السابق عن المنطقة المحامي رودي صالاس ورئيس حزب الجمهوريين إيريك، كلهم أبناء نيس. مجلس الأخلاقيات الوطني قرر بشكل مستعجل إحالة قضية يوسف عطال على اللجنة التأديبية لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم. وفي نفس السياق قال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب إن الدعوات للعنف التي نقلها يوسف عطال تتعارض مع أخلاقيات رياضتنا والقيم التي تدافع عنها كرة القدم، والاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدين بكل هذه بأقصى درجات الحزم، ولا يمكن السماح بالخطاب للكراهية. تحرك أيضا المجلس التمثيلي للجالية اليهودية في فرنسا كوريف عبر فرعه في نيس، وقال مديره الإقليمي جيروم: مؤسسة كوريف صوت منتبهة جدا لمحتوى الترجمة والمحلفة للتصريحات التي نقلها يوسف عطال، وإذ تؤكد لنا أنها تحمل دعوة لكراهية وسيتم مقاضاة اللاعب. وزير الداخلية أيضا الفرنسي جيرارد دارمين بدوره أعلن أمس عن تسجيل 189 عملا معاديا للسامية على الأراضي الفرنسية منذ العدوان الصهيوني على غزة، وتم اعتقال 65 شخصا فيما يتعلق بأعمال من هذا النوع. لهذا يبقى عطال الذي اعتذر لمن لم يفهم وجهة نظره التي تدين العنف بشكل أو يدعو للسلام، مهددا بعقوبة لا أعتقد أنها تصل للسجن بتهمة معاداة السامية. يكون قضيته تشبه لحد ما وقع للكوميدي والناشط السياسي الفرنسي دوني عام 2019 الذي تم تغريمه ب9,000 يورو بعد أدائه لأغنية إنها محرقتي، وصنفت أنها معادية للسامية، في حين تم تبرئة ساحة رفيقته نيومي مونتاني التي نشرت الأغنية في منصات التواصل الاجتماعي. وهذا ما فعله تقريبا يوسف عطال المطالب بالاستعانة بالمحامية إيزابيل كوتانت التي رفعت في قضية دوني. وإذ كفيت قضية عطال على أنها تحريض على الكراهية والتمييز العنصري تجاه مجموعة بسبب أصلها أو انتمائها إلى عرق أو ديانة محددة، فالقانون الفرنسي، وهنا أريد منكم يا أصدقائي ويا متابعي قناة حكيم أن تسمعوا إلى هذا الكلام جيدا، وهو ما الآن يعني هذا اللي صار الآن، وعلى أن يوسف عطال ما هيش راح تكون سهلة هذه القضية اللي احنا استسهلناها وقلنا ما حقوش وعلاه يعتذر وكذا وكذا. هذا الكلام اسمعوا ماذا يقول ياسين بالمنور قبل ما يوسف عطال يعتقلوه في فرنسا، إذ كفيت هذه قضية عطال على أنها تحريض على الكراهية والتمييز العنصري تجاه مجموعة بسبب أصلها وانتمائها إلى عرق أو ديانة محددة. فالقانون الفرنسي يتحدث هنا عن غرامة تصل إلى 1500 يورو إذا كان التحريض غير علني حسب المادة 625 مطة 7 من قانون العقوبات الفرنسي. وفي حال كان التحريض على فالعقوبة أو علني، فإن العقوبة قد تصل إلى عام واحد مع سجن أو تسديد غرامة أقصى حدها 45,000 يورو حسب المادة 24 الفقرة السادسة من قانون العقوبات الفرنسي. وبالتالي عقوبة السجن تبقى مستبعدة لعطال الذي لم يعتذر مثل ما فهمه البعض وأشيع عن مساندته لغزة وتندينه أو تنديه بالقصف الصهيوني.
بل اعتذر للذين ضمدوا من مضمون أسطوري. فاليهود ليسوا الصهاينة، وهناك كثير من اليهود والجمعيات اليهودية يدعمون غزة وفلسطين، ونفى عن نفسه نقل خطاب للكراهية. والسؤال الذي يطرح الآن: لماذا لم تقف الفاف مع لاعبها، وهو الذي كتب ونشر خلال تواجده مع بعثة المنتخب؟ ويمكن للفاف حتى نشر بيان بشكل ضمني دون الخوض في الحيثيات، تعبر عن وقوفها بجانب كل لاعبيها وحمايتهم. فلا يمكن ترك عطال يصارع كل هؤلاء السياسيين والمحامين لوحده، وهو في حاجة للجميع في هذا الظرف. بل أقول لك ياسين المنور، وأنا كجزائري أشكرك على كل هذا الذي قلته في بيان سابق يوم 15 أكتوبر. أخونا ياسين بالمنور صحفي في قناة بيان سبور، على أن يجب على الدولة الجزائرية الآن التدخل وليس فقط الاتحادية الجزائرية، لأن هذا الأمر أصبح الآن خارج، يعني حتى خارج حتى الاتحادية، بل الأمر أصبح أخطر من ذلك. وعلى الدولة الجزائرية والوزارة الخارجية أن تتدخل في أسرع وقت في هذا الشأن، لأن كل لاعبين إن شاء الله لكي يحسون بالطمأنينة والأمان قبل كأس إفريقيا. وأيضا كجزائريين وكمسلمين وكعرب لا ننسى أن يوسف عطال لديه عائلة وإخوة وأم وأب وأحباب، يعني راحين يتقلقوا عليه، رايحين يتقلقوا عليه، ورايحين يسقسوا عليه، ورايحين يتحايروا عليه. لهذا على الاتحادية الجزائرية التدخل الآن، ليست فقط الاتحادية الجزائرية بل حتى الدولة الجزائرية عليها أن تتدخل الآن عاجلا غير آجل، وأن تنظر في قضية يوسف عطال، وأن تعمل جاهدة على توضيح الرأي، وعلى إخراج يوسف عطال من هذا السجن ولا من هذا المعتقل، أو سموه ما يسمون. المهم يوسف عطال عليه إن شاء الله أن يخرج سالما معافى، لأن يوسف عطال شاب صغير أصلا لا تدخل هذه الأمور في رأسه، هذه اللي هم حشكم، مثل تفكيراتهم دائما سلبية مثلهم ومثل أجسادهم ومثل. المهم علينا كجزائريين وكعرب أن نقف على قلب رجل واحد، وأن ندعم يوسف عطال. علينا أن ندعم يوسف عطال ونكون بجانبه. علينا دائما أقولها وأبدا أن نكون على قلب واحد، وأن نكون داعمين ليوسف عطال. علينا أن ندعم يوسف عطال، وأيضا نكون سندا لوالديه.